هل تحب الحكايات القديمة؟ الحكايات اللي فيها كفاح، تحدي ومجد يصنعه الرجال؟ اجلس وخذ نفسا عميقا، لأنك على وشك تسمع قصة أول بطولة في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، قصة بدأت من زمن بعيد، من زمن الأبيض والأسود، لكن صداها لا يزال يعيش في قلوب الجماهير الحمراء حتى اليوم. في عام 1950، وفي زمن كانت فيه تونس ترزح تحت الاستعمار، وفي مدينة سوسة الهادئة، كان هناك فريق لا يشبه باقي الفرق، فريق لم يولد فقط من أجل الكرة، بل ولد من رحم النضال، من أجل الكرامة والهوية. ذلك الفريق هو النجم الرياضي الساحلي. منذ تأسيسه سنة 1925 كان النجم يمثل أكثر من مجرد نادي، كان يمثل الشعب، ورغم كل العقبات وكل التحديات جاء اليوم الذي حلم به الجميع، نهائي كأس تونس عام 1950. خصمه الملعب التونسي، فريق قوي مرشح ومتمرس، لكن النجم كان يملك شيئا مختلفا، روح قتالية، جمهور لا ينام، ولاعبين مستعدين يكتبوا التاريخ. المباراة كانت حماسية، القلوب تخفق والعيون تترقب، هدف أول ثم هدف ثان، وصافرة النهاية تعلن المفاجأة. النجم ينتصر بنتيجة 2-1، ويتوج بأول لقب رسمي في تاريخه، كأس تونس. ذلك اللقب لم يكن مجرد كأس، كان إعلانا لبداية المجد، وكان أول سطر في قصة عظيمة ستروى للأجيال من جيل إلى جيل. إذا أعجبتك القصة لا تنسى تترك إعجاب وتشترك في القناة، لأن القادم فيه المزيد من الحكايات من الزمن الجميل ومن قلب مدرجات سوسة. اكتب لنا في التعليقات شنو أكثر لحظة فخر عشتها مع النجم، خلي صوتك يوصل لأنك جزء من هذا المجد.